ده السر بقى اللي يحافظ على الزيت، يخلي المقلي له ريحة وطعم ولون، مفيش أجمل من كده. خيال يا جماعة. اسمها إيه؟ اسمها التلحيسة. بتتعمل إزاي؟ تعالوا الأول نبتدي الحكاية بذكر الله وصلى للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحط لايك للفيديو كده عشان يوصل للغير. السمك لازم يكون طازة. البلطي شايفين عينيه أهو، الله. بعد ما ننضفه كده هنروح بقى نغسله ونتبله تتبيلة المقل العادية، وهعمل التلحيسة قدام حضراتكم عشان طلبتوها مني قبل كده. لما تجربوا طريقة التلحيسة دي ان شاء الله بإذن الله هتدعوا لي. يا رب يعجبكم الفيديو النهاردة. عايز رأيكم في التعليقات ونشارك الفيديو للغير. هنحط اول حاجة معانا الدقيق. لاحظوا ان انا عملت ايه في السمك. تبلته الاول اللي هو التوم والفلفل الاخضر والليمون والمستردة والخل والبهارات بتاعه السمك، الملح. خدت تتبيلته بشكل كويس وركنته في جنب اهو. وبعمل دلوقتي الايه؟ التلحيسه. الدقيق اول حاجه، وبعد كده ليمونه او اتنين، ومعايا شويه كمون وشويه كزبره ومعلقه كركم او معلقه ونص. هنزلهم على الدقيق وبعد كده احط الميه. لو عندنا مضرب البيض اشتغل بيه عادي، اضرب بيه الايه؟ التلحيسه دي، او بلوش بالشكل ده كده. حطيت شويه ميه صغيرين الاول على مبدأ ادوب الدقيق والبهارات كده كله مع بعضه في الميه. بص كده داب اهو. بس لكن السمك هنا تخين، يعني هتبقى زي نظام الصوص كده. لا انا عايز اخفها شويه. بص، يبقى ازود شويه ميه عشان خاطر ايه؟ تديني طبقه خفيفه كده على الايه؟ على السمك. يا سلام. طبعا في تلحيسه تانية انا بعملها برضو بنفس النظام كده، ولكن بزود بهارات. وبعمل ايه تاني؟ وبحط عليها نشا. طبعا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه باذن الله هنعمل التلحيسه ديت، ويكون نوع سمك تاني مختلف. اشتركوا معايا في القناه كده او اعملوا متابعه عشان تشوفوا الجديد. هو ده القوام اللي انا عايزه. تعالوا مع بعض بقى ما نشيلش التتبيله من على السمك، نسيبها زي ما هي. تمام. انا عايز التتبيله تفضل على السمك. رشه ملح بقى وشويه بهارات كده زياده. تمام. وبعد كده هروح اسخن الزيت بتاعي لما يتقدح، وشوف هعمل ايه. تعالى كده معايا اهو. بفكركم طبعا باللايك، ده اهم حاجه. بالله عليكم ما تنسوا اللايك ولا تنسوا ذكر الله وصلاه للحبيب النبي. كده انتهيت. يلا بينا. شايفين التتبيله؟ الناس اللي بتشيل التتبيله انا مش عايزها تتشال. هنحطها في الدقيق بالشكل ده كده اهو. هنكمر السمكية كاملة. جمبري، سيبيا، فيليه، جزل، اي نوع سمك، بلطي، قشر بياض، فيليه وقار، فيليه ناء، اي حاجة هتعملوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. اهم حاجة ان انا اعرق السمك في اعرق. يعني ايه يا عم رضا؟ يعني اسيبه في الدقيق شوية كده لما يشرب شوية دقيق. تمام. اهو بص كده اهو. انا مشرح البلطي تشريحة من الجنب عشان يشرب تتبيلة ويطلع شكله حلو. تمام كده. بص كده، تعالى تعالى اهو. السمك انا حطيته في الدقيق، خد وقته. هبدأ انفضه كويس من الداخل ومن البطن. طب ليه سبت التتبيله يا عم رضا؟ يا جماعه انا بحط التتبيله في السمك عباره عن توم ومستردة وفلفل مضروب في الخلاط، فلفل رومي يعني او الوان، وشطه وكمون وكزبره، بهارات السمك والليمون والخل. التتبيله ديت لما اشيلها من على السمك، طب فين الطعم والريحه بقى في الاخر؟ لازم السمك يتحط بتتبيلته. وخليك معلم لما تقلي السمك بتتبيلته، التلحيسه ديت بتحافظ على شكل السمك في الاخر. تمام اهو. نروح بقى نغطس اي سمكايه معانا في التلحيسه. وهقول على ملحوظه برضو كده، ركزوا. ما تمسكوش السمك من الظهر. عشان ايه؟ ايدك ما تبصمش على السمكايه وتعمل علامه. لازم التلحيسه دي تغطي السمكايه. بص كده، شايفين الصبع فين؟ عند الديل هيعمل بصمه. لا انا مش عايز دي. ممكن تمسكوها من عند الزعنفه كده او من عند البق وتغطسوها بمعلمه كده وتحطها فين؟ في الزيت. المهم السمكية يبقى شكلها حلو. الطبقة ديت انا عايزها عليها. بص بقى في النهاية، ده اللون وده الشكل ودي الحلاوة اللي انا بتكلم عنها. ان شاء الله في الايام القادمة باذن الله نقدم طريقة التلحيسة بالنشا والبهارات الكاملة باذن الله، وفي كام اضافة كده هنضيفها باذن الله. تابعونا وخليكم دايما كده مشتركين معانا في القناة. فعلوا جرس الكل عشان الفيديوهات تنزل. شاركوا الفيديو للغير. انا اسمي الشيف رضا شعبان، وده اسم قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك. يا رب تنضموا معانا للأسرة المتواضعة. بص كده شكل السمك، احلى واجمل سمك. لما تجربوه هتدعوا لي باذن الله. الى ان نلتقي في فيديوهات قادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.